هذه أستاذة خدامة في واحد الثانوية، والأساتذة كيحترموها، والتلاميذ كيهيبوها لأنها مرأة محافظة وخلوقة. فشي مرة جالسة في الدار وبانت لها هزت التليفون ديال راجلها، وهي ملي هزت التليفون ما هزتش التليفون على أساس تجسس عليه، يعني عادي بانت لها في التليفون، يعني راجلها هز التليفون بدات كتختش فيه. فإذا به تكتشف على أنه يعني في علاقة مع شي وحدة. هي ما دارت حتى شي رد الفعل، خلات الأمور هكذيك. اش بدات دير؟ بدات كتهتم براجلها، لان عرفت الخلل فين كاين، وعرفت ان هي السبب ديال هاد سميتو، لان عارفه راجلها كي داير. ولات هي ما قالت له والو، بدات كتهتم به، بدات كتعطي له الوقت وتهتم به. وبعض المرات كدير الغدا، كتديه له الخدمه ديالو، كيتغداو جميع في العطار، كيخرجوا يسافروا الى اخره. فالسيد ملي شاف هذا الاهتمام بالزوجه ديالو، قطع العلاقه مع ديك السيده، وصارح المراه ديالو، قال لها ودي انا ها اللي كاين، ها اللي كاين. قالت له راني كنت عارفه. دابا هنا المشكل فين كاين بالنسبه للمراه الموظفه. دابا دابا شي 60% ولا 70% ديال المشاكل الزوجيه نتاع الموظفات، اما ماديه، اما عاطفيه، اما يعني المراه كتكون كتخدم، كتجي عيانه، ما تقدرش توفق، ما تقدرش تلبي كاع، غادي مثلا تقابل الشقه ديال الدار والخدمه برا ولا الحقوق ديال الزوج، راه لا يمكن. مادام الله تعالى قال وقرنا في بيوتكن، راه ماشي غير هكذيك. وهذا لا يعني ان المراه ما تخدمش، انا ماشي ضد المراه ما تخدمش، لا. لا، لا، بطبيعه الحال كاين ضوابط وكاين شروط باش تخدم المراه، انا ما قلناش المراه ما تخدمش. الا انه يعني هذه المشاكل اللي كتكون، يعني المراه خصها تراعي لهذا الجانب، ماشي انها راه غير تخدم صافي فارضه الوجود ديالها بالفلوس. يعني وربما الراجل ما يهضرش حتى هو، الا كان ما يهضرش يعني على يشوف المراه ديالو كتدخل ما يقدرش يهضر، تقول صافي انا راني مسيطره على كل شيء، لا. فهو دابا بحال دابا هاد السيد هذا مشى جهه اخرى، هو كان مثلا يعني وصل مثلا للطلاق صافي ويمشي يديه الاخرى. فالمهم العبره من هذه القصه هو انه بالنسبه للرساله للموظفات، انه يهتموا بالازواج ديالهم. غتجي شي وحده ربما تجي شي وحده في التعليق تقول لك لا انا راني كنوفق ما بين الخدمه والدار وداك الشيء ومقابله داري وكذا وكذا. راه بالنسبه لي انا رايي لا يمكن باش غادي يكون داك التوفيق 100%. لا يمكن، مستحيل. لان واش غادي نقول لكم، وهذا ماشي، انا ماشي ضد المراه تخدم ولا ما تخدمش، انا ما عندي غرض تخدم ولا ما تخدمش. المهم تكون شروط وضوابط، والانسان المراه تحترم راسها، والخدمه تكون موقره وداك الشيء. ما الخدمه انا ما عندناش حنا مشكل مع الخدمه، غير واش هو الغايه من هذه القصه، وهو انه المراه الموظفه ترد البال للحقوق ديال الزوج، وهذا هو اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله.